السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا السرداب في المنام، ونبدأ برؤيا حلم السرداب للرجل. رؤيا السرداب في منام الرجل دليل على انتقاله لحالة أفضل مما كان عليها. الخروج من السرداب المظلم في المنام للرجل من الرؤى المستحبة والدالة على الخير، لكن رؤية دخول الرجل لسرداب معتم في حلمه إشارة على التعب الشديد. السرداب المعتم في الحلم أيضا يعبر عن الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الرجل. أيضا مجرد رؤية السرداب أو القبو في حلم الرجل فهو يرمز إلى نجاحه في حياته وأنه سيحقق جميع ما يتمناه. رؤية الرجل أنه داخل غرفة أو سرداب فهذا يدل على أنه سوف يكون في مأمن وسلامة من شر الأعداء أو الحاسدين أو الحاقدين. تفسير رؤيا السرداب للمطلقة: رؤيا الطوابق السفلية أو السراديب أو القبو في حلم المطلقة، وتختلف المعاني والأسماء إشارة على ظلم تتعرض له. السرداب في منام المطلقة يعني وجود شخص ماكر مخادع يريد أن يلحق بها الأذى. وإذا حلمت المطلقة بأنها داخل سرداب عميق ومظلم وأنها تمشي وتسير به فهذا يدل على أن لديها قوة كبيرة في مواجهة مشاكلها والصعوبات التي تقابلها في حياتها الواقعية. تفسير رؤيا السرداب أو القبو للحامل: رؤية السرداب في منام الحامل دليل على ولادة سهلة والتخلص من التعب والإرهاق. أما الرؤية الدالة للحامل على تعب وصعوبة في الولادة هي رؤية السرداب المظلم. الخروج من السرداب في الحلم للحامل دليل كبير بأنها سوف تتخلص من التعب. ما معنى رؤية السرداب للمتزوجة؟ الدخول للسرداب مع الزوج في المنام من الأحلام الدالة على نهاية المشاكل بينهم. الوقوف أمام سرداب مظلم بمنام المتزوجة إشارة على بعض الأخبار الغير سعيدة أو مشاكل زوجية. رؤية السرداب في المنام المتزوجة يدل على حدوث الكثير من التغيرات المفضلة لديها. تفسير رؤية السرداب للعزباء: رؤية الفتاة نفسها بتنزل للسرداب وشعرت بالخوف فهو دلالة على بعض الهموم والمشاكل، لكن الخروج من السرداب للعزباء وظهور النور يعني زوال الهم والكرب. ورؤية دخول السرداب مع شخص إشارة على مشاكل بينهم. وتعتبر رؤية السرداب المظلم للعزباء دليل على الشعور بالوحدة. بوجه عام رؤية السرداب دليل على الشعور بالخوف. وجود سرداب في المنام إشارة على قلق وعدم راحة نفسية بيعيشها الراقي. النزول للسرداب دليل على الانتقال لفترة مليئة بالأحداث الشيقة، لكن النزول للطابق السفلي في المنام يعني لك خروج من حالة الحزن والقلق. تعتبر رؤية الخروج من السرداب بمنامك دلالة على الانتقال لمرحلة أفضل ومتغيرة، لكن من الرؤى الدالة على التعرض لمشكلة أو كرب عند الخوف من النزول للسرداب. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.